لو مش فاهم لوح كتفك عمرك ما تقف ثابت في الهاند ستاند. اكتر غلطه بشوفها الناس بتعمل هاند ستاند من غير ما تاكتف الاسكابولا، او بمعنى ادق تقفل لوح الكتف. يعني ايه؟ تعال اقول لك ازاي. اولا عايزين نفهم اتجاهات لوح الكتف والدوران اللي بيحصل للدراع وانت عامل هاند ستاند. عندنا 4 اتجاهات للوح الكتف، تعال اقولهم لك. اولا البروتراكشن، تبعد لوحين الكتف عن بعض. الريتراكشن، تقرب لوحين الكتف من بعض. الاليفيشن، تزق لوحين الكتف لفوق تقرب من ودنك. الدبريشن، تزق لوحين الكتف لتحت تبعد عن ودنك. الاكسترنال روتيشن والانترنال روتيشن لدراعك، الاكسترنال بالشكل ده، الانترنال بالشكل ده. في الهاند ستاند محتاج اتجاهين في لوح الكتف، البروتراكشن والاليفيشن والاكسترنال روتيشن لدراعك بالشكل ده، مش بالشكل ده. لو عايز تفهم عقلك الوضعيه جرب التمارين دي. وبس كده، ما تنساش تعمل فولو وتتابع السلسله للاخر. سلام.